اللي حصل مع خالد المرة دي ما يتحكيش إلا بلسان واحد عاش وشاف بعينه العجب في بلد اسمها زيكولا. الولد كان تايه، عقله مش قادر يستوعب اللي بيحصل، وكل كلمة كان سمعها من يامن وإياد كانت عامله زي السكين اللي بتغوص جواه. وقف قدامه وقال ليامن بصوت كله لهفة وخوف: وانت عرفت ازاي؟ يامن ضحك كده ضحكة باردة وقال له وهو بيبصله في وشه: وشك شاحب يا خالد، باين عليك التعب، وكل ما يقل ذكائك وشك بيصفر كده وتبان عليك العلة. هنا بقى نعرف مين الغني ومين الفقير. الغني تلاقيه فايق ومبسوط وشكله صغير، والفقير يا عيني المرض بياكل فيه أكل. ولما يقرب يوم زيكولا يجوا العساكر يجمعوا المريض من أهل المدينة ويودوهم للطبيبة أسيل، وهي اللي تختار التلاتة الأشد فقرة. خالد سمع الكلام ده وشه قلب أبيض وقال في نفسه: دي بلد مجانين. وسابهم وجرى، جرى كأنه بيهرب من قدر مكتوب. كان نفسه يصدق إن ده كابوس، بس كل حاجة حواليه كانت بتقوله إن دي الحقيقة. الناس بترقص وتضحك والمزيكا شغالة، وهو وسط الزحمة بيتخبط فيهم، لا بيبص لحد ولا بيعتذر. كل اللي في دماغه باب زيكولا، لازم يخرج. ولما وصل لقى الباب مقفول والعساكر واقفين كأنهم تماثيل حراسة. قرب من واحد منهم ضخم الجثة وقال له وهو بيترجى: أنا عايز أخرج. العسكري ضحك وقال له بسخرية: تخرج؟ خالد قال له بعصبية: أيوة أخرج. ضحك العسكري بصوت عالي وقال لزميله: شوف يا أخي، سكارى حتى بعد المهرجان جايين يقولوا عايزين يخرجوا. خالد اتنرفز وقال: أنا مش سكران يا عم، أنا بقولك عايز أخرج. ما كملش الكلمة، العسكري خبطه بلكمة على وشه ووقع على الأرض، والدم سال من فوق حاجبه. بس الولد عنيد وقف تاني وبيمد إيده يمسح الدم من وشه. ولما بص في الدرع اللامع اللي على صدر العسكري شاف وشه باهت شاحب كأنه طالع من قبر. هنا اتجمد مكانه وقال في سره: يبقى كلامهم صح. والعسكري قال له بخشونة: امشي من هنا قبل ما اوديك السجن. خالد رجع خطوتين وهو حاسس بالهزيمة، وقال في نفسه: الباب مش هيتفتح، والبلد دي مش هتسيبني أخرج. وبدأ يمشي في الشوارع تايه، بيفكر ودموعه محبوسة في عينيه، بيقول لنفسه: